ثأرية بين عائلتي اللاهوني والشافعي في حضور الجهات الأمنية والشعبية وكافة عمد ومشايخ الفيوم وحوالي 2000 من أهالي المحافظة. ثأرية استمرت على مدار عامين بين عائلتي اللاهوني والشافعي بقرية شكشوك التابعة لمركز أبشوي بالفيوم. نجحت أمس الجهود الأمنية والشعبية بالمحافظة في إنهاء تلك الخصومة. أنا سعيد بوجودي هنا في وسط أهالي شكشوك، أهلنا كلنا وأهل بلد الفيوم. أهالي شكشوك ناس طيبين محترمين. لما دعوني لإنهاء الخصومة ديت أنا سعدت جدا من الناس الأفاضل اللي قاموا بإنهائها، وده توجيه يمكن السيد اللواء مجدي عبد الغفار دايما مهتم بإنهاء الخصومات دي. الخصومات شر زي ما قلت قبل كده، بيفتعلها الشيطان وهو اللي بيقويها، يعني بيقوي الخصومة لغاية لما بتكبر. فلما تيجي انت تقصها من اولها كده يبقى الحمد لله حاربنا الشيطان، وربنا بيكرم وبترجع العائلات مره اخرى عائلات، لان ده احنا الخصومه دي بقى لها مده. لما يرجعوا يعني لا في بقى تسامح ولا في قبول، لا الحمد لله من النهارده لما نبدا فتحه صفحه جديده في خصومه بقى لها اكتر من سنتين بين عائلتين كبار هنا في شكشوك، يبقى دي بدايه كويسه. والسبب في الخصومة يرجع إلى وفاة شاب من عائلة اللاهوني إثر إطلاق أحد أفراد عائلة الشافعية أعيرة نارية عليه، ما نتج عنه أيضا إصابة عدد من الشباب من العائلتين. الجلسات العرفية بتقرب يعني الناس إلى بعضها البعض، حيث أن الناس بتعيش مع بعضها فيتبعون العرف، يعني عادات هذه العرب الناس بتاخذ راحتها، يعني فضلا عن الحلول يعني العنفية. يعني إبعاد الفتنة عن أهالي شكشوك، خاصة أن أهالي شكشوك بلد جميلة وبلد طيبة، ويعني كرمهم الكبير استقبالهم لينا وإطاعتهم للكلام بتاعنا لوصولنا للمنظر الجميل اللي احنا موجودين فيه. النهارده الحمد لله يعني نقدر نقول عرس بمعنى الكلمة بفضل جهود السيارة والنواب والسادة المحكمين كلهم. انتهت الخصومة بجلسة صلح وتسليم الأكفان بفضل جهود أمنية وشعبية مضنية وتدخل من أعضاء مجلس النواب في حضور كافة العمد والمشايخ بالفيوم وقرابة 2000 من أهالي المحافظة. تحت رعاية دكتور أمين لطفي رئيس جامعة بني سويف، نظمت الجامعة أمس ندوة تعريفية حول استخدام بنك المعرفة، وذلك في إطار مبادرة رئيس الجمهورية التي انطلقت فعالياتها في نوفمبر الماضي لإتاحة المعرفة لكل أفراد الشعب من خلال بنك المعرفة القومي. في إطار مبادرة رئيس الجمهورية التي انطلقت فعالياتها في نوفمبر الماضي لإتاحة المعرفة لكافة أفراد الشعب من خلال بنك المعرفة القومي الشامل، نظمت جامعة بني سويف أمس ندوة تعريفية حول استخدام بنك المعرفة تحت رعاية دكتور أمين لطفي رئيس جامعة بني سويف، والتي تنظم بالمحافظات بالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات والمجلس التخصصي للتعليم والبحث العلمي التابع لرئاسة الجمهورية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي. خلال الندوة أكدت دكتورة عزة فاروق مديرة مشروع المكتبة الرقمية بجامعة بني سويف على أهمية دور المكتبة في تحقيق التواصل مع بنك المعرفة المصري، مشيدة بدعم الجامعة للمبادرة. كان لازم من تفعيل هذه المبادرة، فتمت من خلال الجامعات وبالتنسيق مع المجلس الاستشاري الرئاسي التخصصي للبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات ووحدات المكتبات الرقمية في الجامعات، على أساس أن دي البوابة اللي ننفذ منها لكافة أفراد المجتمع، لأن بنك المعرفة المصري هيغطي إفادة لكل أفراد المجتمع بداية من الطالب والباحث والأسرة والطفل. فطبعا هم بدأوا بالباحثين على أساس أن هم أكثر الفئات التصاقا بالحاجة المعلوماتية، ثم من خلالهم ننطلق لبقية كل واحد يبقى يوعي مجتمعه الأصغر. فيما أكد دكتور محمد حمادة المدير التنفيذي للمعلومات بجامعة بني سويف على أهمية المشروع للباحثين والطلاب والأطفال من خلال إتاحة كم هائل من المعلومات في التخصصات كافة. الندوة تعريفية النهاردة ولقاء تعريفي ببنك المعرفة المصري القومي على أساس أن يتم توعية جامعة بني سويف، مجتمع جامعة بني سويف كله ابتداء من الطلاب والعاملين في الجامعة وأعضاء التدريس والباحثين بهدف توعيتهم بإيه البوابات اللي موجودة على المشروع القومي ده، لأن في بوابة خاصة بالباحثين كيفية بقى التسجيل، وإذا كان في هناك مشكلات إزاي نرجع للناس اللي هم المسؤولين عن الموضوع ده في القاهرة
فهي الندوه كلها دايره النهارده اول ندوه تتعمل، الهدف منها الوعي بس مجتمع الجامعه بالمشروع وكيفيه التسجيل عليه، واذا كان هناك مشكلات ازاي نعالجها او نرجع للناس المسؤولين. ومن جانبه أكد دكتور أحمد حسن مدير مركز الخدمات المعرفية والإلكترونية بالمجلس الأعلى للجامعات على أهمية المبادرة لتحقيق